مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم التمر، شايفين بقى الجمال؟ حاجه كده منتهى الجمال وموفره. بدل ما تفضلوا كده في رمضان كل شويه تروحوا تشتروا ب20 جنيه وب30 جنيه، لا تعملوه في البيت من غير مواد حافظه وبيديكوا كميه كبيره. يا دوبك بنشتري من عند العطار، بس عطار يكون موثوق فيه، يعني حاجات نضيفه. حاجات بس ب25 جنيه، وكل السكر بيكون موجود في البيت. عايزين تحسبوه بالسكر يبقى تكلفته 55 جنيه بالظبط. شايفين بقى لونه؟ حاجه كده بجد خطيره. بسم الله ما شاء الله. على فكره ايدي اليمين دايما بتقولي بتاكلي بايديك الشمال. يا جماعه الكاميرا هي اللي بتعكس. بسم الله. حلو قوي. اتفضلوا معايا. بجد عايزاكم تعملوه وتجربوه، تقولي لي ايه رايكم. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقولي لي انت بتتابعوني منين. متنسوش تحطي لي اللايك. تقولي له عايزه اعمل مقدار كيلو، ده بيديك يعني ممكن يعمل كيلو ونص، بس هو ده هعمله على مقدار كيلو ان شاء الله. وده شكله كده عامل زي الشوكولاته، ده اللون ده بيبقى عامل كده زي الشوكولاته بالظبط. ده سكر تموين. زي ما قلت لكم دول جايبهم ب25 جنيه، والسكر بيكون في البيت. عايزين تحسبوهم على بعض 55 جنيه، هيقضي معاكي طول شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنا بحط كله. هوريكم شكله دلوقتي. شايفين لونه عامل زي الشوكولاته بالظبط. ده بقى ايه؟ بسم الله. ناخد بقى كل ده كده على بعض، والمفروض نحط نص كيلو سكر كمان، بس هنشوف يعني ايه. هنشوف اللون بقى، وهتشوفوا بقى ايه هنعمل ايه دلوقتي. بسم الله. عايزه اقول لكم ريحته من ساعه ما جبته ومفوحه في الشقه كلها، ومخليه المطبخ ريحته حلوه قوي. بس بصراحه احنا مش بنعمل الحاجات دي اللي هي ممكن مره واحده بس في السنه. استنونا ان شاء الله، هعمل معاكم الصوبيا، وهنعمل مشاريب كتير، وهنعمل التمر والعرقسوس وكل المشاريب هتنزل لكم كده ورا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا شايفه المفروض ازود سكر كمان. احط بقى بسم الله. خد معلقه كبيره، معلقه كبيره ملح ليمون. هاخد تاني. بسم الله. وبنحط معلقتين 2 ميه، مش بنكتر. بسم الله. عشان نخلي ولا كتكوت. هنحط مش دايما نعمله برضه، احنا بنعمله بس في الشهر الكريم عشان بيبقى صايمين ومحتاجين حاجه مسكره، بس هو مش محبوب ان احنا نعمله على طول. يعني كده دي مره في السنه استثنائيه، مش هيجرى اي حاجه. شايفين بقى اللون؟ يعني مجرد بس ما بيلمس الايد. تخيلوا بقى لما بيعمل ايه في معدتنا. فللمصداقيه ما تعملهوش كتير، هي مره واحده بس في الشهر الكريم. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي، خطير. اتمنى ان انتوا تجربوه، علشان انتوا كده كده بتشتروه من بره. بدل ما تشتروه من بره، لا نعمله في البيت. متنسوش بقى تحطوا لي اللايك، واشتركوا عندي في القناه على اليوتيوب. القناه اسمها سفرة ميرفت. السلام عليكم.